السلام عليكم البنات الغزالات، كل متتبعي قناة الأوفياء، قناة عالمي المفيد. ان شاء الله فيديو جديد مهدات مني لواحد صديقات، وعلاش لا كل البنات اللي تتكون عندهم هكا مناسبه وما تيزعموش يفوتوا قصريه، كيكونوا عندهم ضياف، كيكون عندهم هكا شي حاجه ما تيزعموش وما تيقدروش يفوتوا قصريه. ان شاء الله غادي نتشارك معكم كل التفاصيل باش ما يجيكش كسكسو هكا نافر، وما يجي والخضره ما تجيكش آم، مكسره، يعني ما كتبقاش لك الخضره مثلا كتذوب ولا مثلا كتخلط ليك ولا. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم جميع الاسرار باش ينجح معك الكسكسو. لاول مره كتشوف قناتي تفعل الجرس من اجل ان يصلها كل جديد، ولايك البنات ما تنسوهاش ليا، وعلى بركه الله غادي نبدا معاكم. بالنسبه للكسكسو اليوم انا عندي 5 كيلو ديال السميده، وعندي بالنسبه للحم درتو باللحم عندنا هنايا 3 كيلو ديال اللحم. اول حاجه كنغسل اللحم كنسقطرو كنقطع عليه 3 البصلات. البصله مهمه في الكسكسو بصفه عامه، كندير 3 البصلات كنقطعهم هكا تنشلضهم، واحد القبيطه ديال المعدنوس والربيع، واحد المعلقه ديال السمن كنفتت، واحد جوج دويمات ديال الزعفران. وبالنسبه للتوابل كندير فقط البزار، الكركم، وسكينجبير معلقه كبيره، والملح حسب الذوق. تنروي بواحد الكاس ديال الماء وواحد القليل من زيت الزيتون صافي، وكنخليه حتى كيطلق، حتى كيتقلى. في البرماي ان شاء الله غادي نضيف المطيشه والبصله ضروري، وواحد شويه ديال الزيت ولا التوابل، وغنخلي ديك المرقه حتى ترغى مزيان. السر في كسكسو باش تجيكم الخضره لذيذه وهذا لانها كطيب بوحدها ماشي مع اللحم. ديك المريقه الاولى كترغى مزيان، من بعد كنضيف الخضره هي الاولى ثم كنروي. انا هنا درت 2 مقارش الماء، البرمه راه عندي كبيره. بالنسبه للسميد، واخا ما تكونيش كتعرفي تكسكسي، غادي ديري المره الاولى غتسمديه بشويه الملحه وشويه ديال الزيت، غادي تحكيه هكا بين يديك مزيان، تسمديه تيشرب ديك الزويته كامله. وغادي ديري فيه مثلا الا درتي 2 كيلو ديال السميده غادي ديري كاس ديال الماء شريب اتاي، كاس اللي كنشربوا به اتاي، كاس ديال الماء، وغادي تفزكيه هكا. غتفزكي كسكسو كامل غتبلليه بين يديك حتى يتبلل. من بعد غدوزيه في الغربه ديال البوسيار، وغادي ديريه يفور الفوره الاولى. بالنسبه للفوره الاولى حتى كتقطع منها، يعني كيفور مزيان باش مني تخوي عليه الماء ما يتعجل لك ما حتى شي حاجه. وهنا غادي ندوز للحيمات اللي غادي نلقاهم هكايا تلقوا الرغه ديالهم، المريقه ديالهم تقالت والحيمات هكا دخلهم الطياب. غادي نرمي واحد زلافه ديال الحمص اللي بيتها ليله كامله، وغادي نخليه واحد شويه. من بعد غادي ناخذ من ديك المريقه ديال اللحم واحد هكا 2 المغارفات ولا 3، وغادي نرميهم على في البرمه. بالنسبه للقرعه والفلفله والقرعه حمراء راه ما تنرميهمش دابا وما تنرميهمش في البرمه. بالنسبه لهادو البنات غادي ترميوهم ان شاء الله مع اللحم. هنا من بعد ما حيت الكسكسو فار مزيان حيته كنخوي عليه الماء. ما تخافوش من الماء في هذه المرحله هذه، غادي نتخويوه هكا وتحلوا تحلوا في الكسكاس، ما غاديش تحتاجوا كاع تخويوه في القصريه وتبقاو تعاودوا، خصوصا الا كانت الكميه كبيره. في الكسكاس ان شاء الله تخوي الماء هكايا وتحليه حتى يتحل كامل. من بعد غادي ترجعيه للبرمه يفور الفوره الثانيه، وكذلك غادي يفور مزيان عاد غتحيديه. وبالنسبه للقرعه والفلفله انا رميتها فوق من اللحم ورشيت عليها شويه الملح والبزار. اما المطيشه اللي كنت طاحنه واحد 2 المعالق ديال السمن هادوك درتهم في البرمه، خليتهم طابوا مع الخضره. غندوز للفوره الثانيه. من بعد ما خليته طاب مزيان في الفوره الثانيه درتو في واحد البانيو كبير صافي، وبديت كنرش الماء وكنحل بشويه بشويه. كيف تشوفوا راه الكسكسو كان محلول. بالنسبه للخضيره هكا القريعه ملي كطيب مع اللحم كيف تشوفوا الرواق خاسر، مريقه واقفه، القريعه كيبانوا لذاذ كتبان داخلهم العطريه. حتى ديك الفلفله انها ما كتخافيش منها، كتبقى هكا معزوله الفوق. في الوقت اللي غادي نسقي ان شاء الله غادي
راه الوقت غيكون عندكم بطبيعه الحال. غادي نتحيدوا هاد الخضيره كامله باش ما حتى في التزيين تجيكم سهله وتهزوا اللحيمات على خاطركم. غادي نحيد القرعه كامله، كل حاجه نعزلها بوحدها. كلشي غادي نوجدو حدايا باش منين نبدا نحل في كسكسو ما نبقاش نقلب على هادي ولا نقلب على هادي، هكا ما ينفرش لكم الكسكسو. كنهزوه بواحد الطبسيل مغرفه، راه ما قاديه حتى شي حاجه، كنهزو بواحد الطبسيل اللي كيعاوننا صافي. وكنحلوا الكسكسو بهذه الطريقه هذه حتى كنديروا القياس اللي بغينا في القصاري. وتندوزو الروا ضروري بواحد الكسرونه باش تهز لك الروا كثير، وفي نفس الوقت كسكسو دغيا يتسقى لك. شي راه ديري غير كسرونه هكا وحده ولا وحده ونص كاع ودوزيها على السميده المره الاولى، كتضمني انك ما كتخافيش من الكسكسو انه كينفر. كتزوقيه على خاطرك ومن بعد كتكملي التسقيه. الا كان خاصو شويه روا راه كتزيديه من الفوق. هكا البنات كنتمنى ان الفيديو نال الاستحسان ديالكم، استفدتوا منه ولو القليل. وان شاء الله الا عجبتكم الطريقه وبغيتوها بالتدقيق نشارك معكم قصريه وحده ماشي مشكل، واخا عندي في القناه ماشي مشكل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو كيف تنقول دائما وانتم في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه ويدخل علينا رمضان بكل خير بكل الرزق والصحه والسلامه يا رب.